مليون مبروك للاعيبه النادي الاهلي ومشاركتهم في كاس العالم للانديه. مبروك. عرفتونا الفرق بينكم وبين اللاعب الاسطوره، وسوف يظل الاسطوره في تاريخ الكره هو اللاعب ميسي. لمسته للكوره، كفاءته ولياقته البدنيه في الملعب، هو ده اللاعب الصح. عرفتونا الفرق، ما كناش هنعرف الفرق بينكم. واخدين سمعه محليه ده هناك عندك هناك، لكن لما جيتوا لنا هنا عرفنا الفرق. عرفنا ان ميسي هو رقم واحد وسوف يظل رقم واحد في تاريخ الكرة. محمد الشناوي حارس مرمى خرم يابا، خرم يابا. انت تتجاب وتطلع وتنزل ويمين وشمال. الكرة بتتصد ازاي يا حارس يا مرمى يا خرم؟ الكرة بتتصد كده يا كابتن؟ بتروح بجسمك للكرة ولا بتفرد ايدك يا كابتن عشان تجيب الكرة؟ انت فين يا شناوي؟ انت فين يا شناوي؟ ايه الاداء اللي زي الخارة ده يا شناوي؟ اداءك زفت. 40,000 يا بني ادم، 40,000 مشجع اهلاوي نازل لك الملعب عشان يشجعك، وانت ثبتنا بجدارة انك حارس مرمى خرم، حارس مرمى كسكسي. فين ادائك يا شناوي؟ بسببك انت اللي حصل وخسرنا. ادائك زي الزفت، ادائك كسكس يا شناوي. محمد هاني انت يا ابني تفتح لك عربيه حلال يا ابني. انت المفروض بس ما تنزلش مصر يالا، ده انت يالا افتح لك عربيه حلال هنا يالا، قسم في نيويورك، وتبقى زي الفل وتشتغل زي الفل ونجيب لك زباين وتحط صورتك وانت كنت اصلا كنت بتلعب مع النادي الاهلي. واحنا ربنا يسامحنا يا اخي، ان الله غفور رحيم، عشان احنا في يوم من الايام كنا بنتفرج عليك يا محمد يا هاني. او تفتح لك يا ابني نصبة شاي على الناصيه هنا وهجي لك زباين زي الفل. انت مالكش فيها يالا، مالكش فيها يا هاني يا محمد يا هاني. واللي دخلك الاهلي ظلمك يا هاني، لعيب كسكس يا محمد يا هاني. قفش يابا. انت بتضرب ايه يابا؟ انت بتضرب ايه يا ابني؟ انت بتضرب لك سبعين بانجو ولا سبعين محشي على الصبح؟ بترفع ايه على الصبح انت يا قفشه؟ بترفع ايه انت؟ بترفع صباعين زبله حمام عشان تنزل ملعب؟ انت تاهي يا قفشه يا ابني، انت تاهي يا قفشه. انت واخد صيت على الفاضي يا قفشه. انت ثبتني يا قفشه ان انت مهرجان ومعمل لك ضجه اعلاميه على الفاضي. نزلت الملعب بالشورت، ايه فاكر نفسك لاعب ولا ايه؟ وام التناكه اللي فيك. انت بتتكلموا يا عيال عربي ليه؟ انزل يا كابتن ورينا نفسك. طلعت يا كابتن كسكسي كسكسي. هي عربيه حلال يا اسطى هنا، تشتغل هنا عربيه حلال تقف عليها معلم. الله يكرمك يا ابني، يبقى ازرع لنا شويه كرومب في الغيط عندك. لاعب فاشل، لاعب كسكسي. قفشه. انت في اضعف مجموعه، انت الرابع في اضعف مجموعه. يعني انت الحصاله يا ريس. انت مفيش مستوى، انت مفيش اي حاجه. لعيبه ضاع منها كره بالهبل. طب المفروض النتيجه كانت تطلع 26-4 25-4. انتوا ما بتعرفوش تسددوا. ما فين اللمسه بتاعت الكوره؟ ما بتعرفوش تخلصوا. انتوا عايزين تخشوا مدارس كوره تتعلموا الاساسيات. مفيش مستوى يا ريس، مفيش خالص. لعيبه كسكسي محسوبه علينا لعيبه. لا وايه يا ريس؟ بعمل لهم ايه؟ ضجه اعلاميه. تسمع مليارات رايحه ومليارات جايه، وده بيكلف له كام مليون ومش عارف. ينزلوا الملعب ثبتوا ان هم كسكسي من الاخر. حسين الشحات، محمد هاني، قفشه، تريزيجيه. مالكوش فيها يابا، مالكش فيها يابا. روح بقى العب هوكي يالا انت هو، العب باسكت بول، العب سله، العب تنس، العب بينج بونج. مالكش في الكوره يابا. خربتوا الدنيا، مستوى تحت الارض. انتوا يابا لعيبه محليه، مالكوش في العالمي. في لعيب محلي يعني انت عندك يبقى زي الفل دوري بقى وقضيها، لكن مالكش انت دعوه بالكره العالميه. الكره العالميه دي ليها ناسها يابا. انت هو ثبتوا يابا في مفيش نفس يا جدعان. انتوا بتضربوا ايه يا جدعان؟ بترفعوا ايه على الصبح يابا؟ انت بترفع ايه؟ طب انكس كوتش على الصبح تنزل تلعب؟ الفتنس بتاعك تعبانه كابتن. انت هو لابسين لي شراط على اساس ان انتوا بتخشوا تخلصوا. ايه عايشين في دور لعيب الكوره ولا ايه؟ لعيبه كسكس يابا من الاخر. ثبتوا فشلكم في امريكا. زيزو انت يا ابني عملت شغل كويس يا ابني. انت نازل النجيله وعايز تعمل، بس طبعا عايز تعمل حاجه وبان مجهودك في الملعب يا ابني، عايز تعمل حاجه. لكن انت اصلا كره القدم دي لعبه جماعيه مش فرديه. اللي معاك مش مساعدينك، اللي معاك يا ابني تعبانين. مفيش لياقه بدنيه، مفيش تحمل، مفيش اي حاجه، النفس مقطوع. فانت يا ابني عملت شغل كويس.
وان شاء الله كده ربنا يكتب لك اي عيل من العيال اللي هم الكشافين يكتشفك وتروح نادي كده عالمي وبتاع، ونفرح بيك يا زيزو. عملت شغل حلو يا زيزو يعني. لا باين يا ابني مجهودك، عايز تعمل حاجه، انت عيل عايز تعمل حاجه، لسه مقتبل الشباب، عايز تعمل حاجه، ربنا يوفقك يا ابني، نشوفك في نادي عالمي كده ان شاء الله. انتوا محطوطين في اضعف مجموعه، اضعف مجموعه وتطلع الرابع، دي اصلا خرا، مستواك وحش. وانت ثبت دوت، انت بادائك في الماتش ثبت دوت ان انت تعبان يا قلبي. كان نفسنا الاهلي ده في امريكا هنا يعمل حاجه، كان نفسنا تنزلوا كده تكسروا الدنيا، لان انتوا واخدين سمعه، انت واخد سمعه، انت واخد ضجه اعلاميه، والاعلام عمال يزغرط وراك ويهيص لك ويطبل لك، لكن الملعب هو اللي بيقول كلمته. نزلتوا تعبانين، عيال تعبانه، عيال عايزه مجهود، عيال عايزه حاجات كتير. المدرب طبعا بسم الله ما شاء الله مش معانا اصلا، المدرب مش معانا، المدرب يابا في حته تانية، ما تعرفش ضارب ايه ده، بيرفع ايه على الصبح دوت، ما بيضرب من غير تلج ولا ايه، ما تعرفش في ايه. المدرب مش معانا، المدرب عايز مدرب يعلمه اصلا. كان نفسنا تشرفونا في امريكا، كان نفسنا يترفع كده البتاع دوت، العلم بتاع النادي الاهلي، ويترفع علم مصر في امريكا كلها. كنت هتخلي سمعتنا كله يتكلم عن النادي الاهلي، كنت هتخلي كله يتكلم على مصر، سمعه مصر، على العلم المصري. كنا نمشي كده بالاعلام المصريه على صدرنا، كنا نمشي كده بالنادي الاهلي، نمشي في الشوارع الناس بتبص لنا. خلي الصحافه تكتب يابا، خلي اصلا سمعتنا تبقى فوق. كان بايديكم اصلا تعملوا كل حاجه. انتوا ثبتوا ان انتوا شويه فشله، انتوا ثبتوا ان انتوا مش مستوى عالمي، مستوى تعبان، مستوى محلي. خليتونا كده نتفرج عليكم، وربنا يسامحنا، ربنا يسامحنا ويغفر لنا ان احنا في يوم من الايام صدقناكم ان انتوا اصلا ممكن تعملوا حاجه، ويغفر لنا ويسامحنا ان احنا اصلا اتفرجنا عليكم وضيعنا وقت بلا فائده. وسوف يظل الاجمد واللي عنده كفاءه واللي عنده لياقه هو اللي بيثبت نفسه في الملعب. دي اللعيبه اللي تستحق كل الاحترام. كان نفسنا يا بني ادم انت وهو ترفعوا العالم الاهلي في امريكا، كل الولايات طالعين وراكوا يشجعوكوا، يعني عندك دعم قوي، وعندك دعم نفسي حلو. ينقصكوا ايه؟ ينقصكم تدريب، ينقصكم ان انتوا تحبوا بعض، بلاش انانيه. كل واحد جاي ياخد اللقطه، انت وهو كل واحد يقول لك انا نفسي اخد اللقطه، انا عشان الصحافه تتكلم عني. انتوا لعبه جماعيه، المفروض تحبوا بعض يا كابتن انت وهو، المفروض اصلا تشجعوا بعض، مش جايين لي الانانيه وكل واحد عايز يطلع هو اللي يطلع والصحافه تتكلم عليه. ايه ده؟ عايزين تتعلموا يا ابني انت وهو، تتعلم مبادئ اخلاق، تتعلم مبادئ كوره، وبعد كده تشتغل في العالميه. ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ كشفتونا وعرتونا. كان نفسنا يا اخي علم مصر ده يبقى فوق في امريكا هنا، في كل الاستادات اللي انت لعبتوا فيها ديت، علم مصر يبقى فوق، والناس تبص لنا كده يقولوا هم دول المصريين. فشلتونا واخذلتونا ووكستونا. معكم بروفيسور دكتور كرم انيس، استاذ اللغه الانجليزيه في الولايات المتحده الامريكيه، ونتذكر دائما knowledge is power، المعرفه قوه. ثانك يو، باي باي.